ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ طبعا النهارده الفيديو مختلف تماما تماما تماما. بصوا بقى، انا جايبه لكم سجاده بشروحه شرويحه ما يعلم بيها غير ربنا. السجاده دي يا ولاد انا كنت ناويه ان انا احطها قدام المطبخ، والله، يا اما جوه المطبخ. بس صراحه قلت طب وليه بقى، ليه بقى احطها وهي بالمنظر ده؟ طبعا هتطلع فزلوكه مفزلكه، هتقولي طب ما توديها لبتاع السجاد يسرفلها. طب بذمتك وانا راضيه ذمتك وانا عارفه ان ما عندكيش ذمه ولا ضمير. دي يعني تستاهل ان انا ادفع عليها 100 جنيه، لان هي مش مقطوعه من حته واحده، دي مقطوعه من ورا ومن قدام، يعني من الناحيه دي ومن الناحيه التانية. طبعا سكان مدينتي والتجمع الخامس يمتنعون. الفيديو ده مش ليك يا ماما، نيفر، بره. الفيديو ده لسكان الشربجي وكفرة هرمس وصفة اللبن، يعني الناس الشعبية اللي زي حالتنا. بص بقى، هنقصر السجادة دي، وهي طبعا طولها حوالي 280. وانا عندي يا ولاد الحتة اللي قدام المطبخ بالظبط بالظبط 200 بالظبط، او 220. فانا مش هقصها على قدها، لان ايه يعني انا عايزه ممكن ازودها شويه، لان ممكن احتاجها في حته تاني، لان في الحته اللي قدامها فهبدل يعني. فهنخليها، هنقص الحتت الزياده دي بس، هتطلع حوالي يعني هيطلع منها حوالي 40 او 50 سنتي. فهتبقى زياده 10 سنتي، مش مشكله، نبقى نرفعها فوق الحيطه كده او تحت نتنيها، مش مهم. ماشي، هنقص الحته اللي من قدام دي. انا مش هروح اوديها لبتاع السجاد عشان يسرفلها لي فياخد مني 100 جنيه. ليه يعني؟ طب ما انا احط على 100 جنيه 100 تاني واجيب واحده جديده، ولا 200 تاني، صح ولا لا يا بنتي؟ خليكي اقتصاديه كده. ايوه يا اختي، يعني خليكي واعيه كده، ما تبقيش مبذره في الايام السوداء اللي احنا فيها دي. يعني السجاده دي لو احنا رحنا جبنا سجاده جديده دلوقتي بالمقاس اللي انا بقول عليها 120 في مترين مثلا او 220، مش هتقل بالميت خالص عن 400 جنيه او 350. طب وليه؟ ليه؟ وانا عشان ايه يعني اتعب نفسي؟ جبنا المقص، نقص. هنقص بقى الحته دي. على عيني على عيني والله. هقصها، هقصها وايه، وبعد كده هنسرفلها مع بعض، هنسرفلها في البيت برضو. يعني اوعي تفكري ان احنا هنتهور ولا هنروح نوديها لبتاع السجاد، لا طبعا، يعني دي استحالة. احنا هنقصها دلوقتي مع بعض وهنسرفلها كمان مع بعض. وعايزه اقول لك بقى ايه، ان السرفله اليدوي دي بتبقى امتن من السرفله طبعا احنا بنشجع نفسنا كده وبنحفز نفسنا بالكلام ده. السرفله اليدوي بتبقى امتن واجمل من السرفله اللي هي بتاعت المكنه اللي بنوديها دي. بس عايزه اقول لكم ان والله يعني انا شفت بعد ما خلصتها ان هي يعني بصراحه ربنا يعني ايه بجد حاجه تحفه. انا ولادي ما كانوش مصدقين ان انا اللي عملتها، يعني هم مفكرين، قالوا لي طب الراجل ما عملها لكيش ليه بلون السجاده؟ لان انا ما عملتهاش بلون السجاده. انا بقى قلت ايه، هي كده كده قديمه وكده كده يعني كانت مقطعه، مش يعني نص العمى ولا العمى كله. فقلت لا، احنا بقى نعمل ايه، اي خيط وخلاص. فهو انا لما قعدت ادور على خيط اخضر ما لقيتش، فاداني خيط كده لونه ما اعرفش، لونه زرعي كده، لونه غريب، يعني لون الزرع اللي لسه طالع، اللي هو بيبقى لسه ما خضرش قوي. فحطيتها يعني سرفلت بيها، بقت شكلها حلو، يعني مش باينه قوي يعني. هتشوفوها في النهايه. طبعا انا هنا بقص، وعايزه اقول لك اما السجاده قديمه قوي خلاص اشتكت وقالت يا ولداه الحقوني، المقص ماشي فيها زي السكينه في الحلاوه. يعني هو ده بقى ايه، يعني ده احلى حاجة في الموضوع، ان ولا تلاقي بس المقص ماشي بالعافية، ولا يعني بتقصي بقى في اصبعك خلاص ورم، او فقفق من كتر ما انت عمالة تقصي. لا، الموضوع كأنك ماسكة حتة قماشة وبتقصيها بالظبط تماما يعني. قص 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 يا ابو حنفي. خلصنا. بس كده، بس يا بت، ايه يعني؟ ايه المشكلة؟ ادينا قصيناها. كان هيعمل ايه بتاع السجادة اكتر من كده يعني؟ قوليلي.
وطبعا الناحيه التانية برضو اثناء جه الاستاذ رعد قعد بقى اتحشكل كده وقعد. بصوا شايفين قاعد ازاي؟ ما ينقيش غير الحته اللي بشتغل فيها، اي حاجه بعملها يروح قاعد فوقيها قاعد جنبيها، بغسل هدومي ويقعد لي فيها. انا مره كنت احطه في الغساله، والله كنت هحطه استخبى جوه الهدوم، وانا بشيل هدوم بقول ايه التقيل ده. لا ومش عايز يعني لا ينونو ولا يترفس ولا اي حاجه. فانا شلته كده، قلت ايه التقيل، الهدوم تقلت مره واحده. رحت قلت يمكن في حزام ولا حاجه، ولا شبشب ولا جزمه انا شايلاه في وسط الهدوم. رحت بفرد كده لقيت رعد. مؤذي، مؤذي ايها الولد الشقي. يلا نكمل بقى بقية السجادة ونخلصها. دايما رعد حاشر نفسه في كل حاجة، حاشر مناخيره في كل حاجة. ما تتوقعيش مني اكتر من كده حبيبتي، ما تتوقعيش مني الجديد. هو ده اخري. يعني بقالي 3 4 سنين او 5 سنين بقول لكم هغير الانتريه، ما غيرتوش. عشرة عمر، مش قادرة على فراقه. يعني هو اشتكى مني وعايز عايز يسيبنا، بس احنا مش عايزين نسيبه والله. انتوا عارفين لولا بس يعني لو هي الحتة اللي طالعة دي كبيرة شوية او عريضة شوية كنت عملتها دواسات. اه والله. يعني احنا دلوقتي اقل دواسة تروحي تجيبيها دلوقتي ب75 جنيه، ويعني طب وليه ما كله هندوس عليه برجلين؟ صح ولا لا؟ بس كده، بس كده، انجزنا المهم. خلصنا، قطعنا قصينا السجادة، وبالمقاس اللي احنا عايزينه. انت ممكن تروحي تقصيها عند بتاع السجاد يزود حتة او ينقص حتة. شايفين بقى دي ابرة تنجيد، دي ابرة تنجيد برضو رعد جاي من بره. ابرة تنجيد بس طويلة شوية. شايفين الخيط اللي اداهوني؟ ما لقيتش والله، لفيت الدنيا على الخيط لونه اغمق من كده شوية، ما لقيتش في افتح كمان من ده، ما لقيتش. احنا هنا المنطقة يعني البلد اللي احنا فيها دي سبحان الله، يعني مش عارفة في ايه، يعني مفيش حاجة خالص. فبصوا بقى هلضم الابرة بالخيط الصوف ده خيط صوف يا بنات، خيط صوف. هلضم الابرة بالخيط الصوف. هخليها مجوز، يعني هخلي الابرة الخيط مجوز، مش هعملها فرداني كده ناحية واحدة، لا هخليها مجوز. طبعا هتتلضم معاكي بكل سهولة، لان ابرة التنجيد الفتحة بتاعتها واسعة. دخلي يا بت الخيط في الابرة والسرعة، مش بيخليني اعمل اي حاجة. حتى الخيط ده مش هيخليني اعرف اشتغل دلوقتي. فرجوا على التنطيط بقى اللي هيعمله. كل ده بنعافر عشان نلضم الابرة. لضمناها الحمد لله. اهو بصي، بنخلي الخيط مجوز، مش عشان هي تخين الخيط تخين فنخليه فرداني، لا، علشان يخلص يعمل معايا بسرعة. شايفين قلة الادب والسفالة. لازم نعقدها من تحت، تربطيها من تحت عشان ايه؟ علشان طبعا السجاد من تحت ليه فتحات، ف لو ما ربطتهاش الخيط هيطلع بسرعة. معلومة جديدة يعني. كل ده عشان نسرفل السجادة،
علشان نوفر 100 جنيه، وفي الاخر ال100 جنيه بتروحي ترميها في اي حاجة. بس المهم ان انتي بتبقيش مطلعاها وانتي متغصبة كده ومتحسرة، تقولي في الاخر طب ما انا هدوس عليها برجليا. او انك تستسهلي وتروحي ترمي السجادة وتروحي تجيبي واحدة جديدة. لا، انا ممكن اجيب واحدة جديدة امتى؟ في مناسبة، في المناسبات. يعني انا بمشيئة الرحمن ناوية ان انا اجيب سجاد جديد للشقة كلها، بس مش دلوقتي. يعني مثلا ممكن حاجة تحفزني كده على رمضان، على العيد. لكن انا مش هكدب عليكم، انا حتى النفسية مش مساعدة ان انا اعمل حاجة زي كده. يعني انا نفسيتي متدمرة. مش عايزة اعمل حاجة، ماليش نفس ان انا اجيب حاجة جديدة، ماليش نفس ان انا جايبة ملايات وشايلاها. يعني انا بجيب الملايات افصلها انا. يعني انا اللي بفصل الملايات بتاعت السراير عندي. ما بجيبش ملايات جاهزة. جايبة القماش وشايلاه، مش قادرة اعمل حاجة، مش عارفة ليه. حد يقول لي ايه السبب؟ نفسيتي كده مش مظبطة. الله المستعان. دلوقتي يا بت عملنا ايه؟ بقينا ندخل من ورا ونسحب من قدام، وندخل من ورا ونسحب من قدام. بس لازم تبقى ايه الخيط فوق الطرف، شايفين؟ لفيها بقى فوق الطرف كده. طبعا هنا الخيط اتعقد فانا بفرده اهو. انتوا مستغربين بقى ايه؟ وبصوا الخيط علم في ايدي يا ولاد. الخيط ده بيعمل ايه؟ بيردي. اسمها بيردي. يعني لو غسلتيه هينزل اللون اللي هو بينزله ده. بس هي كده كده السجادة يعني زي ما قلت لكم لونها غامق، وفي نفس الوقت مش هيصبغها يعني. هو الطرف بس الاخير ده ممكن تلاقي الصوف نفسه فتح. يعني ممكن تلاقي بعد ما تغسليها مرتين 3 تلاقي بدل الصوف ده ما لونه اخضر فاتح كده تلاقيه مصفر شويه. فعادي يعني. هي من كتر الدوس عليها هتسود، مش هتبقى فخليكي اقتصادية كده وتعاملي مع الحياة اليومين دول بتقشف زيادة عن اللزوم، لان احنا عادي بنمر بايام ما يعلم بيها غير ربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. احنا عندنا سجاد. في ناس والله العظيم ما لاقيه سجاد اصلا. والله في ناس مش لاقيه دواسه تحطها قدام الاوضه، او مش لاقيه حته سجاده زي كده تحطها تفرشها في الشتاء تقعد عليها.